مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انتوا بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، وانا بقالي فتره ما منزلش فيديوهات على اليوتيوب، بس ان شاء الله الفتره الجايه ابتدي ان انا اعمل فيديوهات تاني، وابتدي ان انا اهتم شويه بحته الاي اي، لان هي طبعا المستقبل في المجال بتاعنا ده. في فيديو النهارده هنعرف مع بعض ازاي نعمل اعلان كامل بالاي اي. البروجكت ده انا كنت منزله من قريب، كان معمول كامل بالاي اي. من اول ان انا ما كريت الشوتات لحد تحريك الصور الفويس اوفر بس الوحيد اللي هو ما كانش بالاي اي، انما باقي كل الحاجات اللي في الفيديو دي معموله بالاي اي. ده طبعا التاجلاين بتاع الكامبين وقتها: معلمين في الايفون، معلمين في حياتك. الكلاينت اسمه تيتانيوم ستور، براند بيبيع او ابل برودكتس، يعني اللي هو ايفون وابل واتش وايربودز والكلام ده. الهيرو بتاعنا في الاد ده كان كاركتر اسمها عزوز بتاع الفيوز. هو كان في الاعلان ده بلوجر وحد بيصور، وفكرة الاعلان وقتها ان انت في حد مهتم بالكاميرا، فالكاميرا بتاعته مش حلوة عشان موبايله قديم، فالفيوز عنده مش احسن حاجة، فلا انت تروح تشتري موبايل من تيتانيوم، تشتري ايفون من تيتانيوم، وبعد ما تشتري الايفون ده الدنيا هتبقى احسن عندك يعني. ده كان الكونسيبت طبعا، ودي كانت الفكرة الاساسية، ان انت توضح ان في مشكلة، بعد المشكلة دي بتديله الحل خلاص انت بالنسبة لك تمام، فهو كده اشترى. فخلينا نشوف مع بعض سريعا كده شوت او شوتين من الفيديو. ده عزوز، صحابه بيسموه عزوز بتاع الفيوز عشان طول الوقت عينه على الارقام، مين ترند، مين فيديوهاته فايرالت، ومين جاب مليون مشاهدة في يوم واحد. عزوز كان كل شوية ينزل فيديو يفتكر نفسه هيولع الدنيا، يفتح تاني يوم يلاقي الفيديو عامل 27 مشاهدة، منهم 5 هو شخصيا. طيب، هي الفكرة يعني عشان ما اطولش بس في الفيديو، الفكرة او المشكلة اللي كانت في البروجكت ده ان انت ازاي تثبت كاركتر واحدة في كل الشوتس بنفس البوزيشن، قصدي في نفس المكان، بنفس الانفايرمنت اللي كانت حواليه. هنعرف مع بعض ازاي نعمل ده دلوقتي من الصفر. من اول الفكرة، من اول تطلع برومت لكل صورة، وبعدين ان انت تحرك الفيديوهات دي وتدخلها طبعا على افتر افكت او كاب كات او ايا كان. خلينا نبدا مع بعض كده سريعا. انا اول حاجه بعملها لما يكون في بروجكت زي كده، بدخل على شات جي بي تي، بعرفه كل التفاصيل طبعا، زي بديله بريف صغير كده. وليكن مثلا هو طبعا للأسف مش هتطلع معانا بنفس النتيجة بتاعة الصور اللي احنا استخدمناها في الإعلان ده، ممكن تطلع حاجة شبهها، بس هنحاول نقربها على قد ما نقدر بكاميرا أحسن عشان يجيب فيوز. طيب ماشي، هو يعني يقول لي الدايركشن اللي هيمشي عليه، وانا هوضح له برضو الكلام ده. بيقول لي برضو نفس الكلام ده، العدسة والإضاءة والكلام ده، وكله حدده طبعا. ولو في حاجة انا محتاج اقولها له بالتفصيل، اقولها له على حسب الموديل اللي انت عايز تصور فيه، او حسب الموديل اللي طالع من الاعلان نفسه يعني. طيب خليني اكتب له مثلا اول شوت. طبعا شات جي بي تي كل ما انت اديته تفاصيل اكتر، كل ما هو طلع لك البرومت اطول، وتفاصيله في الصورة بتبقى احسن. هو حدد طبعا اللينس الكاميرا كام، العدسة 50 4K الترا ديتيلد، استخدم سوني اف اكس. فالبرومت ده مثلا هناخد، مثلا ده اول صورة هنستخدمها، هناخد البرومت ده، هننسخ الوصف ده، وندخل على فريبك، ومن فريبك هنروح على ايمج جنريتور، وابتدي بقى ان انا استخدم موديل. انا ما بحبش نانو بنانا برو بصراحة، اللي هو قصدي نانو بنانا 2، يعني انا جربته ما ظبطش معايا في حاجات كتير، فانا لحد دلوقتي بستخدم اللي هو البرو. خليني استخدم برو، وابتدي ان انا انسخ التكست اللي انا خدته هنا، اخلي دي بس 4K. وطبعا عندك انت المقاس الاعلان نفسه او الفيديو هيكون مقاس عرضي، فابتدي ان انا اختار المقاس من هنا مثلا، وليكن هخليه وايد سكرين، وادوس جنريت. طيب دي الصورة اللي طلعت لي بعد ما نانو بنانا خلص. يعني عادي ممكن يكون فيها مشاكل، مثلا ان هو شعره منكوش مثلا. ابتدي ان انا ابص على التفاصيل التانية، مثلا الجهاز
لايت تمام، الكيبورد حقيقي جدا، والماوس برضو تمام مفيش مشكلة. هو نفسه باصص على الموبايل ومتضايق. فانا شايف ان هو كبداية مفيش اي مشكلة. انا شايف ان دي تمام، بس لو حسنت عليها هتبقى احسن طبعا. بس انا بشرح لك الفكرة كلها. احسن عليها ازاي؟ عادي، انا بدخل على شات جي بي تي اقول له ان انا غير لي مثلا في ملامحه، لا ده مش حلو، طب ظبطت دي، الكلام ده كله. خلينا مثلا، انا دي بالنسبة لي تمام، بس عشان بعرفك الطريقة نفسها ماشية ازاي يعني. طيب بعد ما نزلت الصورة دي ابتدي ان انا اكريت شوتات تانية. طيب اضمن منين ان هو يطلع لي نفس الكاركتر، او اثبت ازاي الشخصية دي؟ بكل بساطة باخد سكرين شوت لوشه، وليكن كده مثلا، واروح على شات جي بي تي اروح على شات جي بي تي واقول له مثلا تمام تفاصيل. طيب هو هنا كتب لي البرومت التاني، فانا هبتدي ان انا اخده كده كله، هنسخه واروح على فريبك، وفي نفس ده برضو هنسخ البرومت اللي انا خدته. بس النقطة هنا ان انا اثبت الكاركتر او الشخصية، ان انا بروح على الصورة اللي انا خدتها سكرين شوت وارفعها في الكاركتر هنا. موديل نانو بنانا بيسمح ان انت ترفع صورة شخص او حاجة او برودكت عايز تثبته في البرومت ده، ان انت بتقوله ان دي الكاركتر اللي عندي وان انت عايز تثبتها على اساس البرومت اللي انا اديتهولك، وابتدي ان انا ادوس جنريت. طيب هنا دي الصورة التانية اللي هو طلعها لي، على نفس الوصف بالظبط، مغيرش في الشخصية، مغيرش في تفاصيل المكتب، نفس الكيبورد، نفس الكرسي، نفس المود العام بتاع الأوضة. كده أنا عملت شوتين، الشوت الأول والشوت التاني بنفس الطريقة. كل الشوتات بعملها إن أنا بقوله بوصف له المشهد اللي أنا عايزه بالظبط. وليكن مثلا مشهد تاني هكتبه دلوقتي، ان انا كتبت له مثلا عايز وصف تاني يكون بيلبس الشوز وهينزل عشان يشتري موبايل جديد. هاخد البرومت ده ابتدي بقى ان انا هدخله على نانو بنانا، وفي نفس الوقت رافع الصورة بتاعة الكاركتر بتاعتي. طيب دي الصورة التالتة اللي طلعت معايا على نفس البرومت او نفس الوصف اللي انا اديتهوله، ان هو بيلبس الشوز علشان نازل عشان يشتري موبايل جديد. دي اول مرحلة في ان انا اكريت الاعلان، ان انا اكريت الشوتات بتاعتي والورك فلو يكون ماشي ازاي على حسب السكريبت اللي انا بيجيني. يعني اشوف سكريبت بيتكلم بيقول مثلا عزوز مثلا قرر ان هو ينزل يشتري ايفون جديد، فممكن الشوت ده استخدمه على السكريبت ده او على الحتة دي او المشهد ده. طيب في مشاهد تانية، بس انا هكتفي بالثلاثة دول عشان الوقت، وندخل على الخطوة اللي بعدها، وهي ازاي تحرك المشاهد دي. الموضوع ابسط مما تتخيل جدا، الموضوع بسيط جدا. احنا هنروح على من هنا على فريبك، برضو هروح على فيديو جنريتور، هختار مود اللي هو الموديل اللي هو كلينج 3.0، وهبتدي ان انا ارفع الصورة دي، وليكن مثلا اول صورة دي الصورة اللي معايا ارفعها في الستارت ايمج. انت لو حابب تكتب برومت تروح على شات جي بي تي، ترفع له الصورة، تقول له عايز وصف لتحريك الصورة دي، تمام. لو مش عايز وحسيت ان انت الموضوع ابسط من كده، انا جربت ده وجربت ده بس هي مش فارقه. يعني انا ممكن دلوقتي هو كده كده كل المودلز بتاعت الاي اي دي بتدعم اللغه العربيه، فانا لو كتبت له عربي هو هيفهم دلوقتي. هعمل ده دلوقتي، مثلا اكتب له عربي هنا في الديسكرايب يور فيديو، وليكن مثلا هكتب له عايز حركه هي الشنب ده. بكل بساطة بس ده اللي أنا كتبته كده. هنا بستخدم هنا من ده بحدد كواليتي الفيديو اللي عايزه يطلع لي، وليكن مثلا خليها 1080. ده كام ثانية، وده السايز بتاعه كده كده مش هتعرف تلعب فيه لأن هو على حسب سايز الصورة، وده يعمل لك ساوند افكت أو أي حاجة، بس أنا بخليه وابتدي إن أنا أدوس جنريت. طيب ده الفيديو اللي طلع معانا. حركته طبيعية جدا، مفهوش أي حاجة، وبالظبط زي ما أنا كتبت له إن هو يكون باصص في الموبايل ومتضايق، وان هو يعني متعصب من الموبايل والفيوز، مفيش حد بيتفرج عليه والكلام ده كله. فدي تاني خطوة بنعملها في الشغل ده او في الشغل الاعلانات ده، اللي هو اعلان بالاي اي. ان انا بعد ما احرك بعد ما كريت الصور ابتدي ان انا احركها بالطريقة دي باي موديل تحريك. يعني خلينا نجرب الصورة التانية برضو، الصورة التانية اللي هي دي نفس الكلام. برفع الصورة في الستارت ايمج واقول له مثلا عايز
ولكن مثلا هكتب له الكلام ده واستنى بس ان الصورة يتعمل لها ابلودنج، ابتدي ان انا ادوس جنريت. طيب ده الفيديو التاني اللي طلع لنا بعد التحريك. فيديو طبيعي جدا ونظرته طبيعية وبالظبط زي ما انا كتبت له. قلت له ان هو عايز ان هو يكون بص على الموبايل ومتضايق ومهموم. طيب هكتفي بالشوتين دول دلوقتي علشان الوقت، بس انا بس وضحت الفكرة والطريقة في الاول. زي ما قلت لك بتدخل على شات جي بي تي، بتبدأ ان انت تديله بريف كامل، بتوصف له انت عايز تعمل ايه، مين الكاركتر اللي عندك، مين الهيرو، مين الكلام ده كله. بعد كده بتاخد البرومت منه على حسب السكريبت اللي جايلك، بتقسمه شوتات في دماغك. مثلا وليكن انت عايز الشوت ده من زاوية كاميرا عالية، الشوت ده مثلا يكون باصص في الموبايل، الشوت ده يكون بيلعب جيمز مثلا. فبعد ما تقسمهم، بعد ما تطلع الشوتات كلها صور، بتدخل على كلينج اللي هو على فريبك كلينج 3 او اي موديل تحريك، بس انا بفضل ده بصراحة لان هو رياليستيك جدا. وبعدين زي ما شفت بتحرك الصور، بتكتب وصف عادي جدا بسيط بالعربي بالحركة اللي انت عايزها. طيب الخطوة الأخيرة بروح على افتر افكت او اي سوفت وير انت بتحب تستخدمه في الفيديو ايديتنج، او ان انت تحط الفوتج دي. يعني انت دلوقتي هتشتغل فيديو ايديتور، اعتبر الشتات اللي انا طلعتها دي مجرد فوتج. بس ممكن افتح كومبوزيشن مثلا 1920 في 1080 وابتدي ان انا انزل الفيديوهات اللي انا عملتها، هي يعتبر فوتج مثلا، وابتدي ان انا ارتبهم ورا بعض بالشكل ده مثلا. ده البداية يعني. طبعا انت هتضيف سبتايتل من تحت، هتحط اللوجو، هتحط الفويس اوفر، هتحط ساوند افكتس، تحط ميوزك. الحاجات دي كلها طبعا لسه هتضاف في الفيديو. بس انا حبيت اوضح بس بسرعة كده يعني الحاجة دي بتتعمل ازاي. نرجع للبروجكت بتاعنا اللي هو بتاع عزوز. الفكرة كلها كانت في الشوتات، زي ما انت اكيد برضو عرفت الشوتات دي ازاي ثابتة في نفس environment، وازاي الكاركتر نفسها ثابتة في كل المشاهد. الشوتات اتكريتت طبعا على حسب سكريبت، ان دي نقطة التحول، ان هو خلاص قرر ان هو يمشي ويروح يجيب ايفون جديد عشان الكاميرا وكده. هنا برضو النتيجة اللي هو بعد ما جاب الايفون مبسوط وفرحان وملامحه اتغيرت وماسك الايفون. الشوت ده كان كلوز اب على المنتج اللي احنا بنبيعه، لان انا الحاجه دي اتعملت براند اللي هو تيتانيوم، اللي هو اصلا معمول عشان يبيع البرودكت ده. فده الهيرو بتاع الشوت ده، ان انا اظهر الموبايل بالشكل ده، وبرضه في نفس الوقت الكاركتر بتاعتي ما اتغيرتش، ثابته في كل المشاهد. ده برضه من ضمن الشوتات اللي هي بتاعت النتيجه، ان هو طلع لايف على تيك توك وهنا واضح عدد الفيوز كبير معدي 1,000,000 مثلا، ومبسوط وفرحان والكلام ده كله. وهنا نفس الكلام برضو بالنوتيفيكيشن، وبيتابع الكومنتس والكلام ده، واتبسط يعني ان هو بقى يجيله فيوز يعني. بس دي كانت قصتنا مع عزوز بتاع الفيوز. الموضوع بسيط جدا، بس هي الفكرة كلها ان انت ازاي تعمل رود ماب واضحة في الشغل او ورك فلو واضح في الشغل. ان انت بتبدأ من حتة البريف، بتبدأ من حتة الفكرة، بعد كده الكونسبت، بعد كده توزع الشوتات على الفويس اوفر اللي جايلك. بعد ما توزع الشوتات انت عارف هتعمل او هتطلع كام شوت. بتطلع الشوتات دي من نانو بنانا بالطريقة اللي انا وريتها لك من برومت اللي هو شات جي بي تي. وبعد كده بتبتدي ان انت تحرك الشوتات دي على كلينك اللي هو على فريبك. بعد ما تاخد الشوتات دي تبتدي ان انت تركبها في فيديو واحد على ساوند افكت، على سبتايتل، على ميوزك. الحاجات دي كلها هي اللي هتعمل فيديو. طبعا الفويس اوفر مهم طبعا، ممكن نشرحه في فيديو تاني ازاي تعمل فويس اوفر بالاي اي. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية.